أكلة كويتية قديمة يسمونها المحمّر، المحمّر مع السمك معروف أهل الكويت كلّهم ياكلونها بشرق وجبلة وأيضًا بالفنطاس، كل أهل الكويت حتى فيريتشا ياكلون أكلة المحمّر بالسمك، البعض يقول لك لا والله في شيء اسمه محمّر والبيض، محمّر بالبيض ما حد ياكله، أهل الكويت ما ياكلونه، يمكن الفيليتشا بعض الناس وهذا شيء نادر جدًا اللي تأثّروا بالثقافة الإيرانية أو اليومبر فارس ياكلونها، لأن تشوف الآن أهل طهران على سبيل المثال يسوون حتى مو بس محمّر يسوون البلاليط، بس بلاليط ما يحطونها مثلنا بالبيض، يحطون بلاليط ويحطون فوقه دياي، يعني كل الشعب له طقوسهم، أهل طهران يعني ما شاء الله تبارك الله، أهل إيران بصورة عامة ترى يطبخون، عندهم هالسالفة، وأيضًا يسوون المحمّر بالبيض، وهذا يسمونه بعض الناس يسمونه محمّر شِكر، وهذا يعني مو كل أهل الكويت ياكلونه، يمكن أهل الشرق العيم إخواننا العيم ياكلونه لحدٍ ما، لكنه يغلب على أهل الكويت إما يكون بلاليط فوقه بيض أو ياكلون محمّر سمك، هذا أهل الكويت. كانوا ياكلونه خصوصًا أيام الفقر ياكلونه على الريوق، وما زال بالعشتا إلى الآن الناس ياكلونه في هيل وفي زعفران، أكلة حلوة أتكلم عن البلاليط، أتكلم عن البلاليط و بالبيض، أمّا اليوم بعض الناس يقول لك محمّر بيض، ما في شيء اسمه محمّر بيض، هذه أكلة زبيرية، أهل زبير لمّا تقرا بتاريخ زبير وأكلات زبير يسوونها بطريقتهم هم، ما أدري شو الأسباب يمكن تكون الفقر لمّا هاجروا من نجد إلى الزبير، يمكن الظروف الاقتصادية، طبعًا هذه أكلة يحبونها الزبارة، إلى الآن بعض أهل نجد اللي هاجروا من الزبير ردوا نجد ياكلونها محمّر بالبيض، يسوون بيض فوقه ويحطونه على محمّر، إحنا بالكويت ما عندنا غير محمّر سمك، أكلة كويتية قديمة محمّر السمك معروف، هذا السمك الأصلي يحطونه فوق الدبس. أمّا اليوم هذا اللي يسوونه محمّر بالبيض، أرجع أقول هذه أكلة يمكن يسوونها طبعًا يسوونها الزبارة، لكن يسوونها يمكن أهل طهران، ولازم نعرف إن حتى إيران كل قرية والّا كل مدينة مثل أصفهان، على مشهد، على أهل طهران، كل واحد له طقوسه، كل واحد له طريقته بالأكلة، لكن إحنا لنا علاقة في أهل الكويت، أهل الكويت هذا أكلهم، يمكن يكونون حالات استثنائية من بعض أهل الشرق لأن أهل الشرق وأهل فيليتشا لنا هجرات وبعض الناس ما زالوا متأثرين بالعَيَم، وأيضًا لمّا يزارونا الإيرانيين يعني بلشوا يحطون بقالات ودكاكين وخبابيز قاموا يسوون هالأكلة، لكن أهل الكويت لا معروفين، محمّر سمك معروف أهل الكويت شلون ياكلونه. لكن محمّر بالبيض لا، هذه أكلة عراقية زبيرية يسوونها الزبارة فقط، ويمكن يكون بعض أهل فيلِتشا وهم قلة قليلة، ما نقدر نقولهم كنسبة، لأنه يمكن على حسب الناس وهجراتهم ليوم المحمّرة، ليوم الأهواز، ليوم من أيضًا بر-فارس، أختر، مناطق هذه الإيرانية أو العربية المشهورة في عربستان، هاجروا إلى فيلِتشا يعرفون هذه الأكلات لكنها قلة قليلة، لكن كأهل الكويت لا ياكلون محمّر سمك.